عارفين ايه أصعب حاجة في النجاح؟ مش إنك توصل للقمة. الصعب فعلا هو إنك تفضل هناك، تفضل في القمة. وانت طالعة هتكتشفي حقيقة صادمة، إن من السهل جدا على الناس اللي حواليكي إنهم ينزلوكي لتحت، لكن من الصعب والصعب جدا إنهم يزقوكي لفوق أو يحافظوا على مكانتك. تعالوا نتفرج على الفيديو ده وبعده هقول لكم ليه ده بيحصل. Okay, now pull me up. Pull me up. Do you understand what I'm saying? It's so much easier for somebody to pull you down. Hear me. It's so much easier for somebody to pull you down than you to pick them up. ده بيحصل لأن ببساطة الجاذبية دايما بتشد لتحت. البشر بطبيعتهم لو مش شغالين على نفسهم بيستسهلوا السحب لتحت، مش الدفع لفوق عشان تنجحي. ده كمان بالإضافة إلى إنك لما بتنجحي بتبقي عاملة زي المراية، بتكشفي للي حواليكي تقصيرهم، وعشان يخلصوا من الشعور ده بيكون الأسهل ليهم إنهم ينزلوكي لمستواهم، بدل ما يتعبوا ويطلعوا لمستواكي لا ينزلوكي انتي لتحت. ممكن ينزلوكي بكلمة إحباط مغلفة في شكل نصيحة، أو بنظرة تقليل من إنجازك، أو حتى بطاقة سلبية تحسسك إن كل اللي انتي بتعمليه ده ملوش أي لازمة. عشان كده لازم تفهمي اللعبة دي كويس، لازم يكون عندك مناعة نفسية. القمة بتاعتك دي ملكك انتي اللي تعبتي وسهرتي عشان تبنيها، فمش من حق حد، أي حد مهما كان قريب، إنه يهد طوبة واحدة من اللي انتي تعبتي وعملتيه. ما تسمحيش لأي حد محبط يسرق حلمك، ولا حد كسلان يشدك لمنطقة الراحة بتاعته. اللي مش قادر يرفعك على الأقل ملوش حق إنه ينزلك. في النهاية القمة مكان ضيق ما بيسعش الكل، بيسع بس الأقوياء المجتهدين اللي عرفوا يحموا مكانهم. اختاري اللي حواليكي بعناية شديدة، صاحبي الناس اللي نفسهم طويل في الطلوع، مش اللي شاطر انه يسحبك لتحت وخلاص. لا، ركزي في الناس اللي بتختاريهم، حافظي على قمتك، لانك فعلا تستحقي تنجحي وتكوني فوق.